قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. حقيقة الناس زي ما بيتفاوتوا في الدنيا في مسائل الطاعة والقرب من ربنا، يوم القيامة برضو هيتفاوتوا في الدرجات والمنازل في الجنة. وكل لما تكون عايز تقرب وتعلى لازم تقرب وتعلى أيضا في الطاعة. اللي هتغرسه هنا هتلاقيه هناك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له واسجد واقترب. عايز تقرب أكتر وتعلى أكتر في درجات الجنة، فلازم تكون مقرب أكتر وساجد في الدنيا وعابد في الدنيا ومطيع لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما انت عايز بقى وانت اللي تحدد براحتك، قرب أكتر واجتهد أكتر عشان تاخد ثواب أكتر. النهاردة هنعرف 4 حاجات: أدنى أهل الجنة، وأعلى أهل الجنة، وآخر واحد هيخش الجنة، ومين صاحب أعلى وأعظم منزلة في الجنة. هنعرف ال4 بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني رواه مسلم عن المغيرة ابن شعبة أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ يا رب أنا عايز أعرف أقل واحد في الجنة هيبقى عامل إزاي. فقال جل وعلا: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيروح يقرب من الجنة فيسمع أصوات الناس وهم بينعموا في الجنة، فيخيل إن الجنة خلاص اتملت. مين قال الكلام ده؟ ده الجنة يا جماعة هتتملي بأهل الجنة وهيفضل فيها مكان، وربنا يخلق للجنة خلقا آخر يملى به الجنة. وده هيأتي معانا إن شاء الله حينما نتحدث عن مساحة الجنة وجمال الجنة. فالشاهد في الموضوع أن الرجل يخيل إليه، يعني ده مش حقيقي، يخيل إليه أن الجنة ملأى، فيقول: يا رب، كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فربنا بيقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فالراجل يفكر كده يلاقي ده حاجة كبيرة قوي، يقول له: رضيت يا رب. فيقول له جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المرة ال5 يقول له: رضيت يا رب، يعني عايز يقول ده كتير جدا عليا. فيقول جل وعلا: لك ذلك و10 أمثاله. يعني هو قال له: هليك 5 مرات قد ملك ملك من ملوك الدنيا، لا وكمان 10 أمثاله، يبقى 50 ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا. وفوق ده كله قال: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقام سيدنا موسى تعجب، قال: رب، هذا أدناهم؟ ده أقل واحد في الجنة ياخد قد ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، ده أقل واحد فيهم. قال: فما أعلاهم؟ لما ده أدنى أهل الجنة، فما أعلى أهل الجنة؟ فيقول جل وعلا: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عايز يقول له: يا موسى عليه السلام، مهما قلت لك مفيش عقل بشر على وجه الأرض ممكن يتخيل النعيم اللي أنا ممكن أعطيه لأعلى أهل الجنة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. في رواية تانية عند مسلم أيضا إن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة: أترضى أن أعطيك الدنيا و10 أمثالها؟ يا سبحان الملك، يعني هيدوله الدنيا دي كلها وقدها 10 مرات، يعني 11 مرة قد الدنيا
ده يا جماعة أقل واحد في الجنة. بالله عليك ده يستحق إن احنا نزعل مع بعض عشان فلوس وعشان دنيا، وقواضي مرفوعة على ناس في محاكم، وخلافات بين ناس يعني قرايب وأرحام، وبين أهل وبين آباء وبين أبناء، ومشاكل بين عيلة واحدة وأسرة واحدة علشان دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ويوم ما ربنا يكرمك وتخش الجنة، لو كنت أقل واحد في الجنة ليك قد الدنيا دي كلها 11 مرة. حضرتك متخيل لو ان ليك في الجنة قد المكان الجميل اللي الكاميرا جايباه، المكان الحلو اللي احنا عايشين فيه ده الواحد لو ليه قد الحتة دي بس في الجنة يقول يا رب كفاية وحلو ورضا ورحمة وجمال ونور. امال لما يكون ليك قد الدنيا كلها 11 مرة وانت ادنى اهل الجنة. طيب احكي لنا بقى قصة اخر واحد هيخش الجنة. مش انا اللي احكيها، ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث ايضا رواه مسلم عن عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر من يدخل الجنة. الراجل ده كان ليه قصة جميلة جدا في غاية الروعة. قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط. وانتم عارفين الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، حاجة صعبة جدا يعني. قال آخر من يمشي على الصراط رجل، آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. يعني ايه الكلام ده؟ يمشي على الصراط شوية ويقع شوية والنار تلسوع شوية. ليه؟ هو الصراط فين؟ الصراط منصوب فوق متن جهنم، خد بالك. وعايز تعرف حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر. واذكر لك حديثين في عجالة سريعة يوضح لك قد ايه الصراط كبير جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم أن المولى عز وجل ينادي على آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. سبحان الله. طبعا ده قبل بدء الشفاعات. الحديث الثاني رواه مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد. الضرس الواحد في حجم جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا على اختلاف الروايات. ومجلسه من جهنم، وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. حجم الكافر الواحد بالأحاديث الصحيحة، حجم الكافر الواحد في النار ما بين مكة والمدينة، يعني حجمه 450 كيلو متر. شوف تخيل حضرتك. فلما تضيف الحديث ده للحديث ان يدخل النار يوم القيامة من كل 1999 واحد بس في الجنة، لما تضم الحديثين لبعض وكل ده في النار وفوق النار الصراط، تعرف ان حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر. فالراجل ده ماشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة، يقع مرة، وتسفعه النار مرة، يعني تلسفعه النار مرة. فإذا ما مر من على الصراط، طبعا بعد آلاف السنين، فإذا ما مر من على الصراط خرج بقى من الصراط ينظر إلى النار، يعني يتدور كده ويبص لها ويقول تبارك الذي نجاني منك. الحمد لله ده ربنا نجاني وعديت منك. والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وده مين يا جماعة؟ ده آخر واحد هيخش الجنة. بيقول يا رب ده أنت اديتني حاجة ما اديتهاش لحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. فإذا ما خرج من على الصراط، يعني اللي هو كان فوق نار جهنم، يغرس الله له نخلة شجرة. من الذي يغرسها؟ مالك الملك وملك الملوك. فإذا رأى الرجل الشجرة يقول يا رب أدنني من تلك الشجرة، يا رب قربني من الشجرة ديت يا رب، فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا ألا إن أدنيتك من تلك الشجرة لا تسألني شيئا غير ذلك. يقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقربه المولى عز وجل من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يغرس المولى عز وجل له شجرة أخرى أجمل وأبهى من الشجرة الأولى، فيصرخ العبد يا رب أدنني من تلك الشجرة، قربني منها، فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول العبد، فيقول المولى عز وجل عبدي ما أغدرك،
أنت مش لسه مدي العهد دلوقتي وبتقول وعزتك وجلالك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فربنا يقربه من الشجرة التانية. بعد ما قربه من الشجرة التانية هتحصل مفاجأة كبيرة. إيه هي المفاجأة؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنينا، وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا الرجل بعد ما عدى من على الصراط يا جماعة، وأهوال ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويعدينا من على الصراط على خير. بعد ما عدى من على الصراط ومن على النار وبص الناحية التانية قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. ربنا غرس له شجرة قربوا منها، راح غرس له شجرة تانية أجمل من الأولى، قال له يا رب قرب منها. فلما ربنا قربه من الشجرة التانية غرس له شجرة بس في موقع زي ما بيقولوا كده استراتيجي. الشجرة الثالثة دي فين يا جماعة؟ على باب الجنة. الله، شوف احنا قاعدين دلوقتي في المنظر الجميل ده بنقول الله على الجمال والمنظر والهواء والشمس والشجر والمية، حاجة خيالية. فتخيل ان الشجرة ديت مغروسة على باب الجنة. فإذا ما اقترب العبد ورأى تلك الشجرة فقال يا رب اللهم قربني من هذه الشجرة، أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من ماءها. فيقول جل وعلا عبدي ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ والنبي يبتسم ويقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقربوا من الشجرة. فلما يقربوا من الشجرة الثالثة يسمع صوت نعيم أهل الجنة، هم جوه بقى ما شاء الله في الأشجار والأنهار والخضرة والثمار والحور العين. فيقول يا رب يا رب. فيقول ماذا تريد يا عبدي؟ يقول له يا رب أدخلني الجنة، خلاص بقى أنا مش عايز أي حاجة، أنا بجيب من الآخر يا رب دخلني الجنة. فيقول جل وعلا، اسمع الكلمة الحلوة ديت، عبدي ما الذي يصريني منك؟ إيه يصريني ديت؟ أي ما الذي يرضيك حتى ينقطع السؤال بيني وبينك. يعني عايز أقول له إيه اللي يرضيك بقى عشان ما تطلبش حاجة بعد كده؟ أترضى، ده ربنا بيقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ شوف في الدنيا كان بيتخانق مع أخوه على 100 جنيه و50 جنيه وعلى طبق كشري وحاجات كده، فاهم إزاي؟ لا ده بيقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فالعبد كده هيروح مكشر بقى. هيكشر ليه؟ ده ربنا بيقول له خد الدنيا. هيكشر لأنه ظن إن ربنا بيستهزأ بيه. فيقول له أتهزأ بي أو أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ بقى معقول يا رب أنت هتديني الدنيا كلها ومثلها معها وأنا آخر واحد خارج من النار؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بيقول له هو في حد هيمنعني من ان انا اديك الدنيا ومثلها معها؟ هديها لك. فيعطيه الدنيا ومثلها معها. ده اخر واحد هيدخل الجنة. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة الراجل ده بعد ما خرج من النار كده من على الصراط ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة واداله الدنيا ومثلها معها؟ قال لك لانه لسه خارج من هول النار ومن عذاب النار ومن لفح النار وهو فوق الصراط. وبعدين ده النبي قال وتسفعه النار مرة، ده عمال بيتلسع من النار بقاله آلاف السنين. ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة؟ لأنه لو دخل الجنة مرة واحدة لمات من هول المفاجأة. وأهل النار وأهل الجنة لا يموتون، خالدون مخلدون فيها أبدا. فربنا تدرج معاه في اللذة، شجرة وبعدها شجرة أحلى من الأولى وبعدها شجرة أحلى من الاثنين على باب الجنة وبعدها خش الجنة وبعدها خد قد الدنيا ومثلها معها وانت في الجنة. فده من رحمة ربنا أنه تدرج مع هذا العبد. في رواية تانية جميلة جدا جدا أيضا عند مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهي رواية مضحكة ولذيذة جدا، رواها مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فيقال له اعرضوا عليه، يقول المولى عز وجل للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخلوا كبارها. يعني عرفوه الذنوب الصغيرة اللي هو ارتكبها كلها وما تعرضوش عليه ولا ذنب من الذنوب الكبيرة التي ارتكبها.
فالملائكة تعرض عليه صغار الذنوب ويقول له جل وعلا: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا. يقول له: بلى يا رب، عملت، وعملت كذا وكذا وكذا. أيوة عملت يا رب، وعملت كذا وكذا. فإذا عرضت عليه صغار الذنوب، خد بالك، وظن العبد أنه من أهل النار، وإذا بالحق جل وعلا يأمر الملائكة أن تبدل له مكان كل سيئة حسنة. يقولوا له في الآخر: شفت كل الذنوب الصغار اللي انت عملتها دي كلها بالملايين؟ شفتها، اتقلبت حسنات. فهنا يقول العبد: رب إن في ذنوبا لم أرها في هذه الصحيفة. يعني عايز يقول له إيه؟ ما دام بقى الذنوب الصغيرة دي اتقلبت لحسنات، لا ده في شوية كبائر بقى زي الفل أنا عاملها، يا ريت تجيبها لي هي كمان وتقلبها لي حسنات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا أدنى أهل الجنة. ورد في حديث إن ربنا يقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ولك ذلك ومثل 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 5 مرات. وفي الآخر قال له: و10 أمثاله، يعني قد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. وفوق ده كله كمان قال له إيه؟ ولك ما اشتهت نفسك. يعني أنت خدت قد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. وممكن تقول يعني ولك ما اشتهت نفسك، طب أنا يا رب نفسي بتشتهي إن أنت تديني قد اللي اديته لي ده مليون مرة. لك ذلك، لأنك بتطلب من الغني سبحانه وتعالى. وفي الرواية الثانية إن أدنى أهل الجنة ليه قد الدنيا 11 مرة، وآخر أهل الجنة له الدنيا ومثلها معها، سبحان الملك. طيب، أعلى الناس منزلة يوم القيامة، معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن المولى عز وجل قال لموسى عليه السلام: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، دول أعلاهم في الجنة. لا، أنا أقصد الشخص نفسه، في واحد بس هو ليه أعلى منزلة في الجنة، ودي محتاجة كلام النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أعلى الناس منزلة يوم القيامة في الجنة هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول المولى عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله اللي هو سيدنا موسى، ورفع بعضهم درجات اللي هو سيدنا محمد. وده تفسير مجاهد رضي الله عنه وأرضاه. في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي لما سلم على سيدنا موسى عليه السلام ثم جاوز سيدنا موسى إلى السماء التي تليها، فبكى موسى عليه السلام وقال: رب لم أظن أبدا أن ترفع علي أحدا من البشر. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السادسة والسابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أمال إيه أعلى منزلة في الجنة؟ أعلى منزلة في الجنة يا جماعة اسمها الوسيلة. احفظوا الاسم ده، اسمها إيه؟ الوسيلة. إيه الدليل على الموضوع دوت؟ حديث رواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بيقول الله أكبر والله أكبر، بيقول كذا، بيقولوا زي بالظبط، ماشي، إلا بس في حي على الصلاة حي على الفلاح تقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وبعدين ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي، وهي أعلى منزلة في الجنة. فإذا سألنا الله الوسيلة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هيقول اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لو قال كده تحل له شفاعة النبي يوم القيامة فيشفع له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدينا ذكرنا لحضراتكم من خلال يوم في الجنة أدنى أهل الجنة
وأعلى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة وأعلى الناس منزلة في الجنة صلى الله عليه وسلم. من الآن فصاعدا ومن النهاردة حدد موقعك من الجنة. عايز تكون فين؟ في أدنى أهل الجنة؟ خلاص خليك أدنى الناس طاعة واكتفي بالفرائض فقط. أما إن كنت تريد أن تكون من أعلى الناس درجة في الجنة اجتهد على قد ما تقدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة لما قال له سل شيئا يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. جمعني الله وإياكم في أعلى درجات الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى